صلى على النبي. هو احنا من زي الصحابه دي؟ والله السؤال ده مهم بجد. طب اقول لك كلمتين. انت عارف واحد اسمه عباد الجيش؟ عباد ايه؟ الجيش. الراجل ده لما دخل الاسلام وآمن بالحبيب محمد راجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه، راجعين كلهم من غزوه تعبانين طبعا. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرفع يده ليحرس جيش رسول الله في الليل صلى الله عليه وسلم. سيدنا عباد بن بشر رفع ايده وكذا واحد من الصحابه، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم عباد واختار عمار بن ياسر. فنام رسول الله والصحابه وسيدنا عباد بن بشر تكلم مع سيدنا عمار بن ياسر وقال له يصلي بالليل، يصلي الاول يصلي الاول. فانت تنام ايه؟ يعني واحد فينا ايه؟ ينام الاول عشان ايه؟ نحمي الجيش، يبقى احنا قاعدين حارسين المكان. فسيدنا عمار قال له نام الاول، قال له ليه؟ فقام عباد بن بشر يصلي لرب العالمين فافتتح سورة الكهف، سورة الكهف. فجاء مشرك من المشركين فضرب عباد بن بشر بسهم فنزع عباد وظل يصلي والدم ينشب من السماء. ثم المشرك هذا ضربه بالسهم الثاني وظل عباد بن بشر يصلي والدم ينشب من الجسد. شال السهم الثاني وفضل برضه الدم عمال ينزل منه. ثم ضربه المشرك بالسهم الثالث فأصابه فنزع عباد وكاد يصلي، كان يريد أن يتم صلاته فما استطاع، وجد نفسه سيغشى عليه فأيقظ عمار. فلما استيقظ عمار قال لعباد لما لم تنقذني من أول الليل؟ من أول السهم أنت ضربت ما صحيتنيش ليه؟ فقال له والذي نفسي بيده لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقفني على هذا الثغر لكنت ألقى حتفي أموت أحب إلي من أن أقطع سورة فتحتها. أحب إلي من أن أقطع سورة فتحتها. الراجل بيقرأ سورة الكهف والضرب مرة والثانية والثالثة والدم عمال يشرب منه لدرجة إن هيغش عليه وهو بيقول في نفسه لولا الذي أوقفني على الصدر ده لكنت أموت أحب من أن أقطع سورة فتحتها.